حرفيا جوله مضحكه قوي. فاضل فيها ماتش تشيلسي وتوتنهام عشان الضحك يكتمل بقى. فاضل مثلا ان الماتش ده تشيلسي تكسب 5-0، نيكولاس جاكسون يجيب هاتريك وبيدرو بورو ياخد له طرد يجيب لنا مثلا -5 وجنون عصام الشوالي، وتبقى جوله عظمه قوي. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. طب ايه رأيك بقى ان الجولة الجاية عشان الضحك يكتمل بتاع الجولة دي واتكنز وساكا هيجيب كل واحد فيهم هاتريك؟ يا رب ده يحصل، والله يا رب ده يحصل بجد، عشان انا بفكر جدا اكابتن حد فيهم والله. هي الجولة دي فعلا ما كانتش ينفع تنتهي غير بهاتريك جاكسون. مفيش انسب من نهاية هاتريك بتاع جاكسون الجولة دي بجد. تعال نشوف الاول في جولة الضحك دي انا جبت كام نقطة. انا جبت كده 40 نقطة الجولة دي، الحمد لله الى حد ما كويس مش بطال. اهم حاجة بس بالنسبة لي اللي انقذت الجولة دي كلها تبديلة ميتشل، غير كده حرفيا انا كان زماني بغرق في الجولة دي. فزدت حوالي نص مليون مركز، يعني مش بطال كويس الحمد لله. نركز بقى على الجولات الجايه. بص بقى، انا بالنسبه لي دايما اي جوله بتبقى قبل فتره التوقف الدولي بتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لي. ترجع اهميتها في ايه بقى؟ احنا دلوقتي داخلين على فتره توقف دولي، فبنبقى محتاجين سهم اخضر بنسبه كبيره قوي. حتى لو يا عم زدنا مركز واحد بس لازم نجيب اسهم خضراء الجوله دي ان شاء الله، علشان لما تيجي كده تفتح الابليكيشن في فتره التوقف الدولي اللي هي اسبوعين، تبقى كده تحس ان انت قاعد مبسوط كده. كل ما تخش تلاقي كده اسهم خضراء تبقى تحس كده ان انت مرتاح ومبسوط، عكس ما تبقى اسهم حمراء كل ما تخش تفتح الابليكيشن تفضل تتف على اللعبه وتتف على جاكسون وتتف على سون وماديسون. فعلشان كده احنا هنحاول على قد ما نقدر نجيب سهم اخضر الجوله الجايه ونكون ضربنا عصفورين بحجر. نكون ان احنا عوضنا الجوله اللي فاتت المضحكه دي على الكل، وفي نفس الوقت ان احنا نكون جبنا سهم اخضر قبل فتره التوقف الدولي. وطبعا يا صديقي لو انت اول مره بتتفرج عليا فانا مروان رفعت ودي قناتك سياحه فانسي. لايكك الجميل، وصدقني لايكك في الفتره دي هيفرق معانا جدا جدا جدا. ومش انا بس، اي صانع محتوى تخش عنده سواء كان مجاله ايه وانت يعني معجب بالمحتوى اللي بيقدمه وكل حاجه، اعمل له لايك واشتراك. صدقني مش ليا انا بس، لان دلوقتي في دروب في اليوتيوب بنمر بيه كلنا في الفتره دي. فصدقني اللايك بتاعك والاشتراك بتاعك هيفرقوا جدا جدا. فلايكك بقى الجميل واشتراكك الحلو ومشروبك الرايق، ويلا ندردش سوا. عايزك الاول تنزل في الكومنتات حالا وتقول لي مين هو نجم الجوله من وجهه نظرك للجوله الجايه، وصاحب التوقع صح بطلع اسمه معايا ان شاء الله في حلقه ملخص الجوله. تعالى الاول بقى نقسم الحلقه بتاعتنا علشان ما نتوهش من بعض. الاول كده هنتكلم عن الماتشات في السريع، ماتش ماتش، افضل اللعيبه المتوقع ان هم يتالقوا في الماتش ده. وبعد كده الفقره الثابته اللي معانا اللي هو اللعيب نقول له اتفضل عندنا، واللعيب نقول له فريقنا يا عمنا. وبعد كده فقره الكابتنه. انا شايف بقى ان الكابتنه في الجوله دي في بقى كباتن افضل من هالاند مليون مره، ده هو اصلا لو انت لسه ما بعتوش. نتفادى اهم حاجه فخ سهوله الماتشات. بعد كده الفقره برضو الثابته اللي معانا ان هم افضل 11 لعيب للجوله الجايه من وجهه نظرنا، بحطهم لك كده في تشكيله واحده، والتشكيله دي هو يعتبر فري هيت للجوله الجايه. التشكيله دي بقى احنا بنقارن ما بينها وبين تشكيله السكاوت بتاعه الموقع الرسمي في حلقه ملخص الجوله ان شاء الله. بنشوف مين اللي جاب اعلى، احنا ولا هم. لحد دلوقتي احنا متفوقين عليهم بنتيجه 5-3، فعاش جدا لينا بصراحه. فتعالى كده نتكلم سريعا كده في الماتشات، افضل لعيبه في كل ماتش كده على السريع، وبعد كده نخش على الفقرات التانية. بدايه الجوله معانا يوم السبت ان شاء الله بماتش توتنهام والفولهامبتون. خلي بالك ان الديدلاين الساعه 1 يوم السبت ان شاء الله بتوقيت مصر. سؤال للماتش ده، بالنسبه لماديسون هيلعب ولا لا ونعمل فيه ايه؟ بالنسبه لبيدرو بورو اللي معانا نبيعه ولا نخليه؟ اولا كده بالنسبه لماديسون لحد وقتنا هذا وانا بصور الحلقه مفيش كلام اكيد ان هو هيلعب ولا لا. استنى كلام المدرب في المؤتمر نشوف ان هو هيقول هيلعب ولا لا. طب نفترض ان كلام المدرب غامض وما قالش حاجه مثلا واضحه، كده كده الماتش ده اول ماتش في الجوله، فهينزل تسريبات قبل الماتش هنعرف منها ان هو ماديسون هيلعب ولا لا. لكن انا بالنسبه لي لازم واحد من المنظومه الهجوميه بتاعه توتنهام، سواء كان سون او ماديسون. انا زي ما قلت لك مليون مره وهفضل اعيدها لك، سون اخطر مليون مره من ماديسون. لكن لو معاك سون انا من رايي انك وقتها تبيع ماديسون. ليه بقى؟ مش عشان ماديسون هو وحش، حتى لو هو هيلعب اساسي في اختيارات ديفرنشال احسن بكتير الفتره الجايه من ماديسون. احنا عاوزين نحاول على قد ما نقدر نلم من الفرقه دي نقط ونلم من الفرقه دي نقط، عشان لو في فرقه طلعت بلانك ما نكونش احنا نتخزق ونكون احنا جايبين منها اكتر من واحد في الهجوم بتاعها. وخصوصا كمان ان في اختيارات ديفرنشال نسبه ملكيتهم اقل بكتير من ماديسون، ودول لو عملوا لنا حاجه هيرفعونا جامد جامد في الترتيب. هنتكلم عليهم بالتفصيل واحنا بنتكلم عن الماتشات. دفاع توتنهام بقى وبيدرو بورو نعمل فيه ايه؟ انا من رايي بيع يا عواد، خلاص كفايه كده.
ان احنا كنا جايبين بيدرو بورو ودوجي مش عشان دفاع توتنهام متماسك، عشان كانوا هما بيعملوا مساهمات هجوميه كتير. المساهمات الهجوميه دي قلت بنسبه كبيره جدا، ده غير ان دفاعهم بقى هش اكتر واكتر، خصوصا بعد الطردين والاصابه اللي عندهم، فالدفاع هيكون كمان اسوأ واسوأ. فانا من رايي مليون في الميه بيع بيدرو بورو. الاختيارات اللي مكانه افضل هكلمك عنها برضو، وان احنا بنتكلم عن ماتشات في اختيارات افضل بكتير جدا، ماتشاتهم اسهل بكتير، ومتوقع ان هم يطلعوا بكلين شيت، ومتوقع برضو ان هم يعملوا مساهمات هجوميه زيهم زي بيدرو بورو بالظبط. افضل اللعيبه من توتنهام الماتش ده سون وجونسون. دايما ولفرهامبتون عندهم مشكله كبيره جدا في العمق بتاعها، والحته اللي بيلعب فيها جونسون اللي هي الناحيه اليمين بتاعه ولفرهامبتون عندهم مشكله كبيره جدا برضو، وبيستقبلوا منها فرص خطيره جدا. وكمان جونسون بالسعر ده مع غياب ريتشاردسون فهيكون اختيار برضو ديفرنشال للجولات الجايه، هيكون رايق قوي. بالنسبه لولفرهامبتون لو انت معاك هوانج مليون في الميه لعبه اساسي الجوله دي، ما تقولش ان هم بقى عشان عندهم ماتش توتنهام، كده كده اصلا دفاع توتنهام مش احسن حاجه، فما بالك بقى بعد الغيابات الكتير اللي عندهم في الدفاع. ولفرهامبتون على ملعبها بتعرف تسجل كويس جدا، وبتبقى خطيره جدا اكتر بكتير من بره ملعبها، فانت عشان كده لو معاك هوانج مليون في الميه لعبه اساسي الجوله دي. شايف الماتش ده ان الكلين شيت هيروح من هنا وهيروح من هنا، وهيكون فيه اكتر من جون من هنا ومن هنا. الماتش التاني معانا ارسنال وبيرنلي. الماتش ده فيه سؤال مهم جدا، نجيب نيكيتيا ولا لا؟ انا من رايي بلاش، الا لو انت معاك تبديل رفاهيه ومش عارف يعني تجيب مين وتبيع مين وخلاص ايدك واكلاك وعايز تجيب اي حد، فوقتها تجيب نيكيتيا. لكن نستنى الاول بس كلام ارتيتا نشوف ان هو هيقول عليه ايه. لو هيلعب اساسي ممكن تجيبه الجوله دي، وبعد فتره التوقف الدولي تركبه الزحليقه على طول، لان مليون في الميه خيسوس بعد فتره التوقف الدولي هيكون اساسي مليون في الميه. فانا عشان كده بقول لك بلاش، الا لو انت معاك تبديل رفاهيه قوي. افضل اللعيبه من ارسنال الماتش ده ساكا مليون في الميه، ومارتينيلي وتروسرد او نيكيتيا على حسب مين اللي هيلعب فيهم. لو اتاكدنا ان نيكيتيا مش هيكون اساسي ومش هيلعب وهيكون مصاب لسه، فمليون في المية اختيار تروسرد للجولة دي هيكون صايع قوي 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 للجولة دي. بيرنلي اصلا كده كده بتستقبل فرص من كل حتة، وعندهم مشاكل من كل حتة في الملعب، بالذات العمق بتاعها والاطراف. فعلشان كده احنا نحاول نستفاد على قد ما نقدر الماتش ده، ونجيب مثلا اختيار ديفرنشال مع ساكا، ممكن مثلا مارتينيلي او تروسرد. بالنسبه لبيرنلي مش هنتكلم عنها في اي حاجه غير بس ان ربنا يخلي لنا كومباني ويفضل مستمر معانا في الدوري الانجليزي، عشان نفضل نكوش من وراه كده نقط في الفانتازي. ماتش زي ده بعيدا عن حبي للارسنال، بس انا شايف ان كلين شيت مضمون بنسبه كبيره جدا جدا لينا، وان باذن الله هيكون في حفله اهداف لينا، ساكا بقى وتروسرد ومارتينيلي يروقوا علينا الجوله دي. الماتش التالت معانا كريستال بالاس وايفرتون. كنا احنا بنتكلم من شويه عن افضل بدايل لبيدرو بورو. مليون في الميه يا صديقي روح لدفاع كريستال بالاس على طول، سواء بقى كان اندرسون او ميتشل. طب ليه ان احنا ما قلناش جويهي؟ لان جويهي بنفس سعر ميتشل، جويهي دفاع، ميتشل باك شمال، فانا بحبس في النقطه دي الباك. لكن معاك فلوس اندرسون ومعاك فلوس ميتشل، ايه الافضل ما بينهم؟ انا من رايي اندرسون، لان اي جوله كريستال بالاس هتطلع فيها بكلين شيت بنسبة كبيرة جدا ان اندرسون هيكون واخد فيها بونص اكتر من بكتير جدا من ميتشل واكتر من جويهي. افضل لعيبة من كريستال بالاس الماتش ده ايزي وادوارد وميتشل. ليه بقى اخترت لك كمان ميتشل معاهم؟ ان ميتشل الجبهة الشمال بتاعته هيلعب على الجبهة اليمين مين في ايفرتون؟ اشلي يونج. اشلي يونج خلاص عجز في السن وكبير قوي، وميتشل لسه صغير ولسه بصحته، هياخد اشلي يونج غسيل ومكوى الماتش ده برضو مع ايزي وادوارد، وكمان ايزي رجع لهم خلاص، فالقدره الهجوميه عندهم هتزيد وهيبقوا احسن بكتير. فعلشان كده كريستال بالاس ممكن نركز منها برضو الفتره دي على حد من عندهم الهجوم، سواء كان ايزي او ادوارد. بالنسبه لايفرتون مش شايف فيهم اي حد مميز للجوله دي بالذات، ان كريستال بالاس دفاعها بيبقى رخم جدا وخصوصا على ملعبها. ماتش زي ده شايفه كلين شيت بنسبه كبيره اقرب لكريستال بالاس، ان كريستال بالاس برضو بعد رجوع ايزي ان هي تقدر تسجل اكتر من جول او جولين. دفاع ايفرتون الفتره اللي فاتت مش افضل حاجه خالص. الماتش الرابع معانا مانشستر يونايتد ولوتون. افضل لعيبه من مانشستر يونايتد الماتش ده هويلاند وبرونو. ركز قوي 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 على هويلاند وبرونو الجوله دي. لوتون دايما اي فرقه بتلعبها معظم المهاجمين بتوعها بيسجلوا فيهم اجوان، وعلشان كده هويلاند هيكون اختيار ديفرنشال رايق جدا انا بالنسبه لي اكتر من نيكيتيا الجوله دي. ابعد يا اسطى عن راشفورد، مش هقول لك للجوله دي ابعد عن راشفورد خالص، ما تفكرش بقى ان هو هيبقى اختيار ديفرنشال ولا مش ديفرنشال. هو مش اي ديفرنشال خلاص عشان تبقى نسبه ملكيته اقل من 10% فان احنا نقول عليه كده ديفرنشال.
اكسب صحتك وبلاش رشفه. لوتون طبعا فاكس مش هنتكلم عنها باي حاجه خالص. ماتش زي ده شايفه كلين شيت اقرب بنسبه كبيره جدا لليونايتد مع الدفاع المضحك لليونايتد، لكن لوتون عندهم عقم هجومي جامد، واليونايتد شايف ان الماتش ده هم اللي هيفوقوا فيه جامد بقى، يكسبوا كده 4-5 كده، هتكون حفله اجوان. حاسس ان هويلاند هيتالق قوي الجوله دي. الماتش الخامس معانا نيوكاسل وبورنموث. افضل لعيبه من نيوكاسل الماتش ده جوردون والميرون. ركز على اطراف الماتش ده من نيوكاسل. ويلسون احنا مش متاكدين هتكون حالته عامله ازاي بعد ان هو بيشارك في دوري الابطال وبيشارك في الدوري مع غياب ايزاك، فانا شايف ان ويلسون مش افضل اختيار للجوله دي والجولات عامه ان انت تفكر فيه. بورنموث الحته الشمال عندها بيبقى عندهم مشاكل كبيره جدا، وبيستقبلوا برده فرص خطيره جدا من الناحيه الشمال عندهم اكتر بكتير من الناحيه اليمين، فعلشان كده ركز على جوردون الجوله دي. بالنسبه لبورنموث ففاكس برده مش هنتكلم عنها باي حاجه. ماتش زي ده كلين شيت اقرب بنسبه كبيره لنيوكاسل، وان هم هيبقوا عاوزين يعوضوا خساره الابطال، ان هم يقدروا يسجلوا في الماتش ده اكتر من جونين 3. دفاع بورنموث سيء جدا جدا. الماتش السادس معانا استون فيلا وفولهام. تاكد دلوقتي جاهزيه كاش للجوله الجايه، فانا من رايي اصبر. انا شايف ان في ناس كتار بيروحوا بيبيعوا كاش عشان يجيبوا حد من دفاع كريستال بالاس. انت كاش عنده فولهام بتبيعه ليه يا اسطى؟ ده كمان على ارضه، واحنا عارفين ان استون فيلا على ارضهم بيعملوا ايه، وكمان ديابي وواتكنز مليون في المية اصبر عليهم على الاقل الجولة دي. افضل لعيبة من استون فيلا الماتش ده واتكنز وديابي، ان العمق بتاع فولهام ملط، حرفيا ملط. اي مهاجم قدامهم بيسجل فيهم اجوان. عندك مثلا هالاند سجل فيهم هاتريك، عندك سون سجل فيهم جولين، عندك فيركسون سجل فيه جول. ديابي اصلا بيلعب سكند سترايكر مش بيلعب وينج خالص، علشان كده الاثنين دول بالنسبه لي هيكونوا مهمين جدا، وانا في تشكيلتي وعمري ما هبيعهم الجوله دي خالص. ولان مفيش حاجه نتكلم عنهم خالص الماتش ده. ماتش زي ده الاقرب كلين شيت طبعا لاستون فيلا، وكمان استون فيلا بتبقى على ملعبها بتكتسح الفرق اللي قدامها 4 و5، فشايف ان الماتش زي ده حفله اجوان من استون فيلا ان شاء الله. الماتش السابع معانا برايتون وشيفيلد. افضل لعيبه من برايتون الماتش ده ميتوما وفيركسون. عارف ان هم الفتره دي مش احسن حاجه، وبعد ان هم مشاركوا في الدوري الاوروبي مش افضل حاجه كبدنيا وفنيا، لكن في الاول والاخر هم هيلعبوا مين؟ شيفيلد. فانا شايف ان الماتشات اللي زي دي هي اللي بترجع الفورمه للفرق اللي هم المفروض ان هي بتبقى كبيره، علشان كده شايف ان الماتش زي ده اكتساح لبرايتون، مفيش اي حاجه نتكلم عنها في شيفيلد، فميتوما هيكون اختيار كويس للجوله دي، وكمان فيركسون. الماتش الثامن معانا ليفربول وبرنتفورد. افضل لعيبه من ليفربول الماتش ده صلاح ويوتا لو هيلعب اساسي. انا بشوف ان يوتا هيكون خطير جدا برضو كل جوله مع صلاح. كلام كلوب برضو قال ان هو كده هياخد عدد دقايق اكبر بكتير جدا من الفتره اللي فاتت. وبالنسبه لنونيز نعمل فيه ايه؟ بص انا من رايي بلاش والله بجد، مش عشان هو اسوأ لعيب في العالم، ده عشان صحتك هي مش ببلاش، بجد صحتك مش ببلاش. انت لو هتجيب نونيز او لو معاك نونيز في التشكيله، فافضل حاجه انك انت تعملها لنفسك ولصحتك انك ما تتفرجش على الماتش بتاع ليفربول. نونيز ده حالات حرفيا، مثلا ماتش تلاقيه الظاهره في الملعب، و5 ماتشات تلاقيه نيكولاس جاكسون. سيبك من نيكولاس جاكسون الهاتريك اللي جابه، نيكولاس جاكسون ما قبل الهاتريك. فاحنا بقى ايش عرفنا ان الماتش اللي هيكون فيه ظاهره هيكون امتى علشان نجيبه؟ افضل اللعيبه من برينتفورد الماتش ده ميبيومو، ولو معاك ميبيومو لعبه مليون في المية يا اسطى اساسي. كلنا عارفين توماس فرانك مدرب برينتفورد بيعشق الماتشات اللي قدام توب 6 وخصوصا بره ملعبه، بيلعب على التحولات الهجوميه، بيبقوا حرفيا برينتفورد بتبقى مرعبه، علشان كده ميبيومو هيكون خطير جدا. دفاع ليفربول مش احسن حاجه، وهجوم برينتفورد الفتره اللي فاتت بعد توقف الدوري الاخير كانوا كويسين جدا، فميبيومو لعبه مليون في المية اساسي الجوله دي. الماتش التاسع معانا وستهام ونوتنجهام. افضل لعيبه من وستهام الماتش ده طبعا بوين من غير كلام، والاختيار التاني مليون في المية هيكون قدوس. عيب بجد لو انت بتعرفش قدوس لحد دلوقتي يا اسطى. شوف كده ايام ما كان اياكس كان بيعمل ايه، الواد كان مرعب حرفيا. لما جه وستهام ما كانش بيلعب اساسي في الاول عشان لسه ما تاقلمش وجاي من الدوري الهولندي وبتاع، فان هو دلوقتي خلاص ابتدى ان هو يلعب اساسي. كل الناس هتجري على بوين خلاص ان هم يشتروه، ان الجولات الجايه بتاعت وستهام سهله جدا جدا، فلازم يكون معانا حد من هجوم وستهام. ما تفكرش في اي حد تاني، ولا سوتشيك ولا وورد براوز، كل دول مش اختيارات فانتازيه خالص. برضو خيار دفاعي من وستهام الفتره الجايه هيبقى مهم برضو. لو معاك اجولا فانا مش شايف ان لازم ان انت تعمل دبل دفاعي من عندهم. نوتنجهام فاكس مش هنتكلم عنها باي حاجه. ماتش زي ده شايف ان كلين شيت اقرب لوستهام. دفاع وستهام الفتره اللي فاتت مش افضل حاجه،
لكن برضه هجوم نوتنجهام بره ملعبها مش احسن حاجه. مش شايف ان وست هام تقدر تكسب الماتش ده مستريح 3 أو 4. الماتش العاشر معانا الاخير في الجوله وهو المفروض ماتش قمه، مانشستر سيتي وتشيلسي. قلنا كده برضو المفروض ان هو ماتش قمه توتنهام وتشيلسي، توتنهام اتغلبت 4. فلو جاكسون جاب الجوله الجايه هاتريك بجد بجد، انا هقلب القناه هخليها طبخ خلاص بجد. هيبقى كده جنة جنون الكوره مش جنة جنون الكوري. طيب نجيب دوكو الجوله دي ولا لا؟ انا من رايي اصبر عليه على الاقل الجوله اللي بعدها. ليه بقى؟ لان الماتشات الكبيره اللي بيلعبها السيتي دايما بيحب جوارديولا يلعب بجريليتش، مش عشان جريليتش احسن من دوكو، عشان جريليتش عنده ادوار دفاعيه وعنده ادوار تكتيكيه اكتر بكتير من دوكو. انا من رايي نستنى ونشوف هل دوكو هيلعب في الماتشات الكبيره وجوارديولا هيستغنى عن جريليتش، وقتها مليون في الميه نجيبه. هيكون ضامنينه ان احنا ان هو هيلعب اساسي في الماتشات الكبيره والماتشات الصغيره. افضل لعيبه من سيتي الماتش ده فودن والفاريز. طبعا هالاند هيفضل خطير وكل حاجه، لكن انا شايف ان الجوله دي فودن بالذات علشان هيلعب ناحيه كوكاريا، وكوكاريا كل ماتش هنحاول ان احنا نتارجته ان نجيب اللعيب اللي هيلعب على ناحيته. كوكاريا ده ملط في الدفاع ملط. تشيلسي هيكون كل مهمتها ان هي تنزل تمسك هالاند، فانا شايف هيكون في مساحات اكبر بكتير لالفاريز الجوله دي. لكن طبعا هالاند هيظل خطير ومليون في المية لو معاك اساسي مليون في المية. مش محتاج اقول لك انك تلاعب هالاند. هالاند من شوطه من نص الملعب هتلاقيه دخل جون، من ركنيه، من بيلين. بالنسبه لتشيلسي لو معاك بالمر لعبه اساسي الجوله دي. تشيلسي بتعرف تسجل عادي في السيتي. السيتي دايما بيخش فيها جون كل ماتش، طالما التلاجة بتاعهم ده واقف دايما بيخش فيهم كل ماتش. اوعى 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 يا اسطى تتشك في عقلك وتروح تجيب جاكسون. انا شفت ان في ناس ابتدوا ان هم يتكلموا يقول لك ايه، ما تيجي نعمل عوده علاقات مع جاكسون ونرجعه تاني. انت نسيت ولا ايه يا اسطى؟ انت نسيت كميه البرشام اللي كنا بنبلبعها لما كان معانا اول كام جوله، وكنا خلاص كان جاي لنا الضغط وكنا عاملين نبلبع في برشام عشان ضغطنا يوطى. ماتش زي ده شايف ان كلين شيت هيروح من هنا وهيروح من هنا، وشايف برضو ان السيتي طبعا مليون في المية هتكسب وتكسب كمان مستريح 3-4. لكن ممكن عادي جدا ان تشيلسي يسجلوا فيها جونين. دفاع السيتي والله مش احسن حاجه خالص. احنا كده اتكلمنا عن الماتشات وفصصنا كل ماتش افضل لعيبه متوقع ان هم يتالقوا في كل ماتش، واتكلمنا عن ثغرات كل فرقه من هنا ومن هنا وكل حاجه. يجي بقى لفقره لعيب نقول له اتفضل عندنا. اول واحد لازم يكون معاك حد من هجوم واستهام، سواء كان بوين او قدوس. ورقم 2 عوده العلاقات مع ساكا، لو انت بعته لازم يكون معاك ساكا للجولات الجايه. جدول برضو ارسنال هيبقى جدول الفتره الجايه هيبقى سهل جدا. رقم 3 واحد من دفاع كريستال بالاس، يا اما اندرسون او ميتشل. برضو جدول كريستال بالاس الفتره الجايه هيبقى كويس، وبرده لازم دفاع كريستال بالاس. لعيب بقى نقول له فريقنا يا عمنا، داروين مايونيز، راشفورد. ولو لسه معاك حد من دفاع توتنهام بيدرو بورو، اودوجي، روميرو، بيع على طول. حلو بقى، نيجي بقى لفقره الاهم. اديني بقى في الكلام المهم يا مروان. نيجي بقى لفقره الكابتنه. الكابتن مين؟ مليون في المية ابعد عن هالاند يا اسطى. لو انت مستنيني اقول لك هالاند وكل حاجه، نديها بقى واحده لسه للجبناء، مش كل مره بقى نكابتن هالاند. كابتن الامان الجوله دي بالترتيب كده: ساكا قدام برينلي، واتكنز قدام فولهام، وصلاح قدام برينتفورد. اما الكابتنه الجنان الجوله دي بتوما قدام شيفيلد، واحد من هجوم واستهام سواء كان بوين او قدوس، وهويلاند. وركز على هويلاند كويس قوي 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 الجوله دي قدام لوتون، فبرضه هتكون كابتنه صايعه قوي قوي قوي. تعال نشوف بقى افضل 11 لعيب للجوله دي من وجهه نظرنا: جون ستون، كاش، دالوت، وايت، صلاح، مارتينيلي، ميتوما، ساكا، وقدوس، وهويلاند، وواتكنز. وواتكنز هو الكابتن. تشكيلتي بقى للجوله دي: اريولا، تريبيير، ميتشل، كاش، صلاح، ديابي، سون، وماديسون، وساكا، وواتكنز، وادوارد. لسه محتار في اكتر من حاجه، يا اما اجيب مكان ماديسون قدوس، او اجيب مكان الفاريز هويلاند للجوله دي، او اصلا ولا اعمل ده ولا اعمل ده واحتفظ بالتبديله بتاعتي، عشان التبديله بتبقى مهمه جدا بعد فتره التوقف الدولي، ان انت تخش يكون معاك التبديلتين مش تبديله واحده. وبرضه انا محتار جدا في الكابتنه لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي سايبها على واتكنز، لكن بفكر بنسبه كبيره جدا برضو عايز اديها برضو لساكا. ماتش قدام بيرنلي بصراحه مغري جدا، وبرضو واتكنز قدام فولهام فبرضو ماتش مغري. يا رب ان شاء الله كده الجوله الجايه كلنا نجيب اسهم خضراء نعوض الجوله اللي فاتت، ونخش على فتره التوقف الدولي باذن الله نكون كلنا جايبين اسهم خضراء وحالنا متروق، ونعوض الجوله اللي فاتت المضحكه دي. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان زي ما قلت لك اللايك بتاعك صدقني بيفرق جدا الفتره دي، والاشتراك بتاعك برده عشان نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه. وسياحه فانتسي، سلام.